شكرا زميلي عبد الرحمن. مباشرة إلى كابتن عماد الحوسني. كابتن أول شيء الحمد لله على السلامة، هارد لك الخسارة وهارد لك أيضا الإصابة. الحمد لله. اول شيء قول لي مبروك، لا تقول لي قلت لك مبروك في البداية. اي الله يبارك فيك. الحمد لله. يعني طبعا الاصابه طبعا عن شد جاء. اول شيء بتكلم عن الاصابه عن شد طبعا في العضله الخلفيه. فنهايه الشوط الاول يعني هي اللي جاتني، فحب لنا المدرب خلاص يعني ما قدرت اكمل. فغيرنا المدرب بسبب كذا يعني. بس الحمد لله اول شيء ابارك للجماهير الحاضره اليوم، هي الدفع الاول والاخير لنا احنا للتاهل من بوابه الشباب. بس عندنا ان شاء الله مباريات قادمه ان شاء الله اصعب واصعب. طبعا تعرف اذا تقرب البطوله، اذا تبي البطوله لازم خلاص تعرف نهايه الدوري، فلاعب لازم الواحد يعني يضاعف المجهود يعني في اخر المباريات يعني. فان شاء الله باذن الله نحن هنا هذا طموحنا ان شاء الله. نتمنى ان الله يوفقنا في المباراه القادمه ونتاهل ان شاء الله. كابتن تعرف انت حتلعب مع مين المباراه الجايه؟ والله على ما اسمع انه اعتقد مع الوحده سمعت. صحيح. ايه مع الوحده ان شاء الله باذن الله. تعرف الوحده ما في طبعا ما في نادي سهل. صحيح. في الدوري السعودي، فان شاء الله نتمنى ان الله يوفقنا ان شاء الله. كابتن قياسا يعني بمباراة اليوم، الاهلي خسر في المباراة الاولى وخسر في المباراة الثانية، انتم كلاعبين وخبرة بالفريق كابتن ما تحسون انه الاهلي تنقص اشياء معينة؟ والله شوف احنا طبعا صحيح ان خسرنا هناك، لكن نشوف هذه المباراة اللي لعبناها اليوم تعرف ان في لاعبين مصابين، كان نيكولا وكم لاعب اليوم في الملعب جاتهم اصابة. فهي يمكن تعرف فيكتور مصاب نفس الشيء، دخل اخر 20 دقيقة، فبعض اللاعبين انصابوا في ارضية الملعب. يمكن هذا اثر على مستوى الفريق يعني مستوى المباراة اليوم يعني. بس ان شاء الله باذن الله المباراة القادمة بنحاول ان شاء الله ان اللاعبين احنا كنا نكون موجودين ان شاء الله. شكرا كابتن، يعطيكم العافيه ومبروك مره ثانيه عشان ما تزعل مني. الله يبارك فيك حبيبي. الله يبارك. شكرا كابتن عماد الحوسني النجم